في المطره والسيول اللي احنا فيها دي مش محتاجين غير شويه عدس او شويه محشي يدفونا. طبعا بما ان الوقت اتاخر ومش هنعرف نعمل محشي، فنعمل ايه؟ نعمل عدس. النهارده عملت شويه عدس في منتهى الجمال. ولادي اول ما شموا العدس قالوا كده احنا اتاكدنا ان الشتاء جت خلاص. انا طبعا بحب العدس جدا، وطريقه حلوه قوي جربوها. دي طريقه والدتي بعملها من سنين، حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه ده ربع كيلو عدس بس مش اكتر، غسلته طبعا كويس جدا. وبعد كده هنحطه في حله، معاها بصلايه كبيره مقطعاها 4 ارباع، جزرايه، 3 فصوص توم، وطماطميتين مقشراهم. لازم تقشروهم، ما تخليهمش بقشرهم. ودي كانت بصلايه كده من بقيه الغدا اللي كنت عاملاه بدري شويه، فحطيتها، كانت بصلايه بيضه. هننزل عليها ميه سخنه بتغلي ونرفعها على النار. بياخد تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة، مش أكتر من كده، وبيبقى استوى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. نتأكد بس إن الجزراية والبصلاية بتاعتنا استوت كده، خلاص هو جاهز. عندنا هاند بلندر هنضربه بالهاند بلندر، ما عندناش هنخلط زي أنا ما خلطت في الخلاط كده، بس بعد ما يبرد شوية ونرجعه في الحلة تاني بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. هحط مكعبين من المرق، أي مرق موجود عندك، فراخ، لحمة، خضار، اللي يعجبك. حطيت معلقة من الكاري، ما عنديش كاري هحط شوية كمون وشوية كركم، وشطة طبعا للي يحب، والعدس بالشطة في منتهى الجمال. يبقى لو ما عندكيش كاري هتحطي شوية كمون وشوية كركم. معلقتين سمنة بلدي حلوين كده في طاسة على النار، وهنحط شوية شعرية ونبتدي نقلب. أول ما تخش كده لونها يغير كده، يصفر خفيف خالص، هروح منزلين معلقة توم مهروسة، يعني دول تقريبا 5 فصوص من التوم مهروسين، ونقلبهم. ما ننزلش التوم مع الشعرية في الأول، لأن التوم بيستوي أسرع من الشعرية شوية عشان التوم ما يتحرقش. نفضل نقلب بقى عشان تشوفوا اللون الجميل الحلو ده، مفيش حاجة تتحرق مننا خالص، شايفين؟ ولا واحدة شعرية محروقة ولا واحدة تومة محروقة ولا أي حاجة خالص. هنرجع للعدس اللي على نار هادية ونسمي الله كده وننزل الشعرية والتوم. وفي الوقت ده احنا هنطفي النار. أول ما ننزل الشعرية نطفي النار على العدس، منخليش الشعرية تستوي على النار، تستوي في البخار بس. طبعا هنظبط الملح على حسب ذوقكم، ما تحطوش اي بهارات تاني غير اللي انا قلتها. اللي حابب يحط بقى ده حسب ذوقكم انتوا. طبعا حطيت شوية الحركة طبعا دي بتاع اهالينا كلنا لازم نعملها، نحط شوية عدس في الطاسة ونرجعهم تاني عشان لو في توم، لو في شعرية، لو في اي حاجة تنزل. نقلبها تقليبة خفيفة. انا كده طافية النار. هنا بقى هنعمل اول حاجة. انا هنا عندي عيش مقطعاه حتت صغيرة ومحمصاه في الفرن، في الصينية عادي كده، بدخله الفرن بنقطة زيت واحدة وادخله يتحمر. هنعمل اول حاجه فتة العدس. طبعا متهيألي مفيش بيت في مصر ما بيحبش العدس. في الشتاء كل البيوت المصريه بتعمله. يا ريت لو اول مره تشوفيني تشتركي في قناتي مطبخ سميرة على اليوتيوب، وتجربي العدس بالطريقه دي، هيعجبك قوي. وتفرجي على الفيديوهات القديمه فيها حاجات كتير هتعجبك. مع رشه كده بصل اخضر للي يحب طبعا، تحفه. هنا للي حابب ياكل بالمعلقه مش حابب بعيش، برضو ده اختيار ليكو. واحلى اكله، اكله اقتصاديه جدا وحلوه وفي منتهى الجمال ومفيد. طبعا العدس مش هقعد اقول لكم مفيد قد ايه، انتوا طبعا كل واحد عارف العدس قد ايه هو مفيد. انا طبعا بحبه جنب البصل الناشف كده. عندك بصل اخضر، فلفل حامي، اللي تحبيه، وعلى حسب ذوقك انتي وعلى حسب انتي بتحبي تاكليه بايه. انا بحب اكله بالبصل الناشف اكتر من البصل الاخضر. يا ريت انتوا تقولوا لي انتوا بتحبوه ازاي. العدس مفيد جدا، يا ريت تجربوه، وفي الشتاء حلو قوي وبيدفي. بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجة تطلع من ايديكم زي العسل. اشوفكم في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله.